صباح الخير إذا كان عندكم صباح، ومساء الخير إذا كان عندكم مساء. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم رح أسوي معاكم أسهل وأسرع عشاء. جعانين، تبغون سحور، تبغون شي سريع لذيذ وما ياخذ منكم وقت، لازم كلكم تجربونه. أول شي في قدر أو مقلاة رح أحط الزيت حق الأندومي، رح أضيف ورق كاري، معجون طماطم على حسب طبعا الكمية اللي انتوا راح تسوونها، وراح اقلبها مع بعض شوية كذا الين ما تتسبك. بعدين راح احط صلصة صويا، انا احب اللي تجي ثقيلة زي كذا، واحركها كمان شوية مع بعض. راح احط عليها موية حارة، كريمة على حسب الكمية اللي انتوا تبغونها، او على حسب كمية اساسا النودلز اللي راح تسوونها. بعدين راح اضيف عليها جبن سايل تقريبا ملعقتين كبيرة زي كذا. بعدين راح احط الاندومي مع السباجيتي، انا حطيت سباجيتي اندومي، انتم ممكن تحطون عادي اي نوع مكرونة انتم تحبونه. بهارات الاندومي مع كزبرة وبودرة ثوم وبابريكا، نعناع مجفف، وبصل مقلي، وراح احركها كلها مع بعض. بعدين حطيتها في صحن وحطيت عليها جبن تشيدر، ودخلتها الميكرويف ثواني كذا الين ما بس يذوب الجبن، وزينتها بالفلفل الأحمر المجروش والنعناع، وبكذا صارت جاهزة. أتوقع واضح لكم قد إيش هي لذيذة وكذا متسبكة. لازم كلكم تجربونها، سهلة وسريعة وما تاخذ وقت. يعني إذا انتوا جيعانين تبغون عشاء، تبغون أكلة سريعة، ما فيكم حل تسوون حاجة، جربوها وراح تعجبكم. اكتبوا لي الأشياء اللي حابين أجربها أو أسويها معاكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.